انا عايز يعني اسالك سؤال، وهروح برضو الكابتن سيد بنفس السؤال وترد بصراحه. هو يعني مشروع المغرب الحالي او الحاله اللي فيها منتخب المغرب ينسب الفضل فيها طبعا بشكل كبير لاداره الكره المغربيه والاتحاد وفوزي لقجع وغيره والدعم اللي هناك، لكن وليد الرجراجي كان اهم اسباب النقله اللي عليها منتخب المغرب، الثقه اللي كانوا عليها في كاس العالم والدور اللي كان عليه، وبرضه اللي بيحصل دلوقتي ده هو وليد الرجراجي، هو صاحب القرار وهو صاحب الرؤيه. احنا هنا في مصر المشكله ان احنا ما عندناش مدرب بنفس قدرات او بنفس شخصيه او بنفس امكانيات وليد الرجراجي اللي هو مغربي، ولا احنا ما بنديش الثقه للمدرب المصري زي ما الاتحاد المغربي ادى الثقه لوليد الرجراجي. يعني احنا في اخر 3 4 سنين في منتخب مصر كان عندنا اسمين محليين، كابتن حسام البدري وكابتن ايهاب جلال، والاثنين تجربتهم كانت قصيره جدا وما خدتش وقتها وسابوا المنتخب. احنا المشكله في ايه؟ في المدرب المصري ولا في الدعم للمدرب المصري؟ بس بصراحه لا، في الدعم طبعا، في الدعم بشكل كبير للمدرب المصري. انت اصلا ممكن يعني وليد الرجراجي موجود عامل حاله، لم بعض الناس، هو لم اللعيبه ولم النجوم الكبار حواليه. دي عملت حاله في كاس العالم اكيد مليون في الميه. انت عندك نجوم كبار هنا في مصر وممكن يقدروا يشتغلوا، وفي ناس تقدر تشتغل وتاخد الثقه لو انت بتحضر اصلا. لكن انت ما بتحضرش، انت ما بتحضرش من بدري. انت بتتكلم، احنا بنتكلم على، لسه بتكلم انا وسيد قبل على الرخص والرخصه والحاله اللي دايره في مصر. الرخصه بقى لنا 6 7 سنين من مقفوله الرخصه. 17 تقريبا بتتكلم في 6 مقفوله، سنين مقفوله الرخص، فما فيش مدربين جداد بيطلعوا، ما فيش حد على الساحه بشكل كبير. في نفس الوقت انت اصلا المدرب المصري بتبقى حاطه في وش الجمهور، في وش المدفع على طول، مسلمه للناس، انت مش حاميه اصلا. هي دي مشكله كبيره بالنسبه لنا، اللي انت ما بتحميش المدرب المصري زي ما المدرب الاجنبي. المدرب الاجنبي ممكن يجي ياخد حقه منك تالت ومتلت. انت النهارده جبت كابتن ايهاب جلال في ايه ومشيته في ايه؟ انت جبته في ايه ومشيته في ايه؟ هل هو لحق يشتغل؟ ما لحقش يشتغل، حتى لو تجربته او حتى لو الاختيار بتاعك غلط ما من دام الاول. اخترت خلاص كمل احط بقى. الثقه وادعم. ايوه كمل خلاص، انت اللي مختار مش احنا اللي مختارين. وراحوا مسلمين الراجل في وش حاطين الراجل في وش المدفع. نفس الكلام كابتن حسام البدري قبليها. انت غيرت في ايه؟ ما هو الراجل كان مكمل، وبتتكلم على الاداء، ما هو ما فيش خساره، ما فيش حاجه، يعني هو الراجل ما خسرش وكان مكمل في التصفيات. انت غيرت على اساس ايه؟ ما هو وما فيش اسباب حد بيطلع يقولها لك او حد بيشرحها لك. فاحنا ممكن يبقى عندك مدربين وعندك كوادر، لكن انت ما بتقدرش تحميهم الصراحه. لو احنا طبعا كل الدعم لروي فيتوريا، وان شاء الله تجربته باذن الله تكون تجربه ناجحه، وان شاء الله يوصل ل 2026، بس مؤكد ان طول الوقت بيكون في احلال وتبديل، وهيجي وقت وهيكون للمدرب المصري دور. لو انت في دماغك 3 اسماء يا كابتن ايوب تقول ان هم ممكن لو خدوا الدعم اللي خده وليد الرجراجي مع منتخب المغرب بيعملوا نتائج مع منتخب مصر بنفس الشكل، مين ال3 اسماء حاليا يعني حاليا في مرحله ما بعد روي فيتوريا وبعد الانجازات اللي هيحققها وكل حاجه حلوه يعني انا ممكن اقول لك كابتن حسام حسن. مم. ممكن اقول لك يعني مثلا كابتن علي ماهر. مم. ممكن اتكلم على كابتن احمد سامي. يعني عندنا عندك اسامي. ممكن انت برضو اشتغل الفتره اللي فاتت كابتن خالد جلال. يعني حتى لو بتحضر الناس ديت من تمسكهم منتخبات اولمبيه في الاول، يبقى بيتجهز يبقى موجود. انت كده انت بتجيب راجل اجنبي للمنتخب الاولمبي اصلا. فالموضوع بعيد الصراحه. انا عايز اقول لك يعني ان من الاخبار اللي معانا النهارده انه اتحاد الكوره كلف روي فيتوريا انه طبعا انتوا عارفين ان في قرار بتشكيل منتخب الظل اللي هو هيبقى منتخب 2003. اساس المنتخب ده فرقه منتخب مصر للشباب، وهيتم دعمها ببعض اللاعبين اللي تحت عدسه روي فيتوريا وما فيش فرصه ان هم ينضموا للقائمه، فهيعملوا منتخب الظل ويجهزوه عشان يشارك في كاس افريقيا للمحليين اللي هتكون اعتقد النسخه الجايه في 2025. الخبر اللي معانا بيقول انه اتحاد الكوره كلف مدير الفني منتخب مصر روي فيتوريا باختيار المدير الفني لمنتخب الظل، يا اما يديه لواحد من المساعدين بتوعه البرتغاليين، يا اما هو اللي يختار المدرب اللي شايفه ممكن يكون كويس لمنتخب الظل، ويحصل بقى تنسيق واشراف من روي فيتوريا على هذا المنتخب. كابتن سيد نفس السؤال بتاع كابتن عيد، احنا عندنا مفيش دعم ومسانده للمدرب المصري. تجربه اخيره كانت لكابتن ايهاب جلال وقبله كابتن حسام البدري، وهل عندنا اسامي حاليا
لو خدت نفس دعم وليد الرجراجي اللي هو صاحب الانجاز الاعلى والابرز عربيا دلوقتي ممكن تحقق نفس النجاح؟ هو انا ممكن اغير يعني غير اجابه عيد، هدخل لك في قصه تانية. طب ما تيجي نعملها زي المنتخب والاهلي، ما تبدا تجهز من دلوقتي واحد، بعيدا عن كل الاسماء المحترمه اللي موجوده على الساحه بامانه يعني مع احترامي للدوري، ما تقيمش حد على الدوري ده. مهم. الدوري ده ولا فيه كويس ولا وحش، انت ماشي بقالك 5 6 سنين انت وظروفك. مدرب النهارده مع فرقه ماشي بشكل كويس جدا، بيروح فرقه تانية بينزلها عادي جدا، فمفيش حد تقدر تقيمه التقييم الصح بامانه يعني، هتظلم اي حد تقيمه. انا رايي انت اخلق جيل جديد، انت اللي تعمل، يعني انت تشوف. انا شايف وليد واحمد ومحمد. ازاي بقى تشوفها ازاي، او يعني تستنبط ازاي ان ده لو اشتغلت عليه او ما اشتغلش مع حد، لو اشتغلت عليه يبقى مدرب انت كبير؟ انت لو اشتغلت على 20 30 واحد ظهر لك منهم 2 3، ايه رايك؟ مم. يعني نجح منهم 2 3. لا والطبيعي يعني الطبيعي طبيعي ان انت نسبة النجاح ما تبقى. بتعلمش 100 واحد عشان هم يطلعوا الاوائل كلهم. ال مم. 100 واحد اكيد فيهم واحد هيبقى بيطلع بامتياز، واحد جيد، واحد جيد جدا، واحد مقبول. فانت اختياراتك هي اللي لازم من دلوقتي. بس الكلام اللي انا بقوله ده، ده كلام انش، انا فاهم انه عمره ما هيتعمل، انت فاهم. بس هو ده لو انت عايز فعلا تفكر في حاجه. هو كلنا عمالين دايرين في قصه دلوقتي ايه الكره المصريه رايحه فين، صح؟ انت مم. عمال تتكلم على الاهلي والزمالك ومنتخب الناشئين ومنتخب الشباب طب ماشي، هنفضل في القصه دي، نفضل نقول الكلمتين دول؟ مفيش حاجه، كله باصص تحت رجليه. لا، انت اعمل جيل جديد من المدربين، علم المدربين، يعني ثقفهم بشكل كويس، جهزهم بشكل كويس. والله اللي فيهم هيطلع نبغى كمل معاه، مم. اللي مش هيقدر يكمل في الطريقه دي وانت ما شفتش منه حاجه خلاص. في دماغك اسماء؟ يعني ما مش حكايه اسماء، بس انا بشوف الجيل الاقرب، الجيل اللي خد 3 كاس ده، هات منهم 20 30 لعيب. مم. يعني على مدار ال6 سنين اللي لعبوا في الاجيال دي، 2006 2008 اتنافسوا على مستويات 2000 عالية، حسوا بطعم 2010، المكسب. والسن قريب. مم. يعني انا مش عايزك تيجي تقول لي دلوقتي انا هجهز واحد هو 55 سنه، فانا هجهزه عقبال ما يمسك المنتخب يبقى 60 سنه، يبقى احنا جايين بنهزر بقى، يعني لو بنضحك بتتكلم على في بعض. بس 40 انت لو سنة عديت يا دلوقتي. سيد مش هتلاقي الجيل دوت اللي بتاع كاس هتلاقي الناس، لا يعني ما ما حدش بتكلمش شغال بشكل كبير، يعني ما حدش بيشتغل بشكل هو كبير. الفكرة ان كابتن سيد حتى علمهم عايز اسماء وشغلهم، ما اشتغلوش، يعني ايوه، حتى ما لو انا ما قصدي ما انا اشتغلوش. قصدي علمهم وشغلهم. بس يعني هي قصدي في النقطة، ناس هات يعني. هات هات مم. لا انا ما بتكلمش على سنة واحدة في كاس ناس كتير لعبت 2006، ايوه انا ناس كتير قصدي لعبت 2008، ناس مختلفة لعبت الجيل 2010. نفسه عدده الجيل عدده عدده كبير، يعني كبير. فيهم مثلا حوالي، انت بتتكلم في 50 لعيب، انت لو جبت منهم 25 طلع منهم واحد او اتنين، ايه اللي هيحصل؟ نجاح. انما طيب. انت دلوقتي قول لي على اسم بأمانة بقى في الدوري اللي احنا شايفينه خلال 5 6 سنين اللي فاتوا. خلي بالك انا اتعاملت مع كل المدربين دول كخصم يعني، وانا مدرب مع كابتن حسام البدري في الدوري. لا عادي جدا.